بدنا أول شيء نشوي الدجاج، بعدين نرفع الدجاج ونسوي الصوص على أدام الدجاج اللي جوا المقلاة. فهون عندي شرائح من هالدجاج، بدنا نحط شوي من هالزيت حتى نشوي. طبعا المقلاة دائما أنا المقالي تبعوني دائما ساخنة جدا. طلعوا بدي أشوي دجاج، بديش أنا أسلق دجاج، بدي أشويه وما دقق على الموضوع كثير. سمير أنت اغرش عادي. امبارح سوينا سبيليه، أكلة مع الشيف غادة اسمها سبيليه، وهي شوي من الزعتر وأكيد شوية ملح وشوي من الفلفل الأسود. هون بنفس المقلاة اللي شوينا فيها الشرحات سمير رايحين نضيف شوي من الزيت وشوي من هالزبدة، ونبدأ في عمل البصل سوتيه. هاي البصل شوحناه مع الزبدة والزيت. بنضيف الثوم، هون رشة من هالفلفل الأسود حتى يعطينا الطعم الطيب. شامم الريح أنت؟ بتجنن يا أبو هنور. عندي هون الفطر المقطع، استخدموا أي نوع فطر بدكم إياه. وفي حال ما توفرش عندكم الفطر الطازج فيش مانع استخدموا العلب، بس ما تستخدموا ميته شيلوها. اوكي. بننزل هالفطرات يا سمير، رح نضيف عليهم شوي من هالزعتر على الخفيف حتى تعطي الطعم الطيب. الآن شو بدنا نسوي؟ رايحين نبلش نخلط. ممكن نستخدم هون مرق دجاج من دجاج سبق وسلقناه، ممكن نستخدم بودرة الدجاج مع المي. تمام. هي الدجاج عندي هون استوى ناضج، رايح أرجعه على الصلصة لما بلش تغلي، لكن مش الآن. راح أضيف شوي من الطحين الأبيض حتى أعمل كثافة للصوص. الآن راح أضيف ستيك صوص، هذا بيجي جاهز طبعا موجود. وأكيد رايحين نضيف شوي من هالمي. هون بدك تكسر اللي هو الصوص اللي هو اللون. بديش احط كله كريمه سمير. بدي احط شوي من الكريمه انا حتى ايش تظل خفيفه وما الناس تتضايق من الطعم. تغلي هالصوص ونشوف شو وضعها بعد شوي ان شاء الله.